تعالى يا احمد، انا جاي ادلع اهل الخنكه والمرج وعزبه النخل والخصوص والسلام والجبل والعرب. جايب لكم عرضين من عند فسفور. اولا البوكس اللي قدام حضراتكم ده بوكس سندوتشين جمبري مع، اللهم صل على النبي، مع شوربه وسلطات. ده ثمنه 150 جنيه بس، يعني نمسي عليه تمسيه سريعه كده. البوكس الثاني هوريه لكم حالا. البوكس الثاني ده 8 سندوتشات، 4 فيليه و4 جمبري و2 شوربه. عايز اوريكم الفيليه. تعالى، شايفين التفصيصه دي؟ ده فيليه قشر بياض. طيب نعمل بيه ايه بقى؟ نعمل بيه ايه؟ نروح بيه الطحينه كده اهو. عشان تحصل السقسقه. ده ب 400 جنيه، يعني لو كف 4 كل واحد يدفع 100 جنيه. يلا على السفره، على السفره. اخ تعالى يا احمد. ايه بقى ده؟ دي المكرونه بالجمبري اللي هم مشهورين بيها. مشهورين بايه بقى؟ اللون. اولا انتوا شفتوا مكرونه بالجمبري كتير. اللون الفاتح ده. قول بسم الله كده، نخش نجيب جمبري ونطلع اوبا اوبا اهو. اللهم صل على النبي. تعالى بقى، تعالى. طبعا هي سخنه جدا، يعني اتمنى انها، يلا بسم الله. طعم الجبنه متميز جدا. بص يا صواب، في الاخر المكرونه كلها مكرونه والجمبري شبه بعضه، انما في طاجن زي ده الجبنه بتفرق والكريمه بتفرق. ليهم حق يتشهروا بيها. ده بقى يا جماعه، ده كده بيفكركم بايه؟ لما نيجي نعمل كده ونعمل كده اهو، بيفكركم بايه؟ بايه؟ كيس الكشري. كيس الكشري بتاع زمان كنا بنعمل كده اهو، صح كده؟ بنعمل كده اهو. بس وتروح نازل بقى ايه بالباشا. ده بقى يا جماعه كيس السي فود المتين. اللهم صل على النبي. اللهم صل، يا نهار اسود على الصوص. الكيس ده ب 300 يا جماعه، صح؟ ده ب 300. ده عباره تقريبا عن نص كيلو. لازم، ما اقدرش في حاجه لازم تحصل. تعالى يا احمد، تعالى. ما شاء الله ما شاء الله، حركات بس. هنعمل كده وبعد كده نشوف الجمبري باخباره يعني. بس اي سي فود، اي صوص دخل مع سي فود هو خلاص اوريدي اتشرف. طبعا بالمناسبه اللون البرتقالي ده بيبقى بطروخ يا جماعه، بيبقى البطروخ. الله. ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه يا شباب؟ بس هذا وبالله التوفيق. دي تروح هنا. هنا هنا في دماغ، وهعرفكم على صاحب المطعم في الاخر. في دماغ، في دماغ في الكواليتي، في دماغ في البرزنتيشن. ده جمبري راس وديل. انتوا طبعا شايفين حجم الجمبري، ده حجم جمبري كبير. بص 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 بص. دي بطارخ يا جماعه، دي بطارخ الجمبري اللي هي البرتقاني دي. ايوه بقى. طبعا راس الجمبري بتتاكل، لو مقليه بتتاكل اهو. بص جوه الراس في ايه؟ يما بقول لك ايه، دي نوعيه الجمبري اللي بتستخدموها هنا متواصل، صح؟ فعلا جمبري حلو. طيب نروح عند مزاجنجي، نروح عند بابا المجال. مش مزاجنجي، لا بابا المجال. طحينه بابا المجال. نحن كده اهو. برافو يا شيف. طب ده جمبري باتر فلاي. ايه بقى موضوع الباتر فلاي ده؟ ده بيبقى جمبري بصوص معمول بالزبده. بس ايه يعني، لما تيجي انا كان نفسي ازود صوص.
يعني اروح جاي ايه عايز تعمل ايه؟ بص نروح عاملين كده اهو. لا استنى، دي هغمسها فيها في الاخر. اوبا اوبا يما يما. اعمل ايه طيب؟ طب اقول ايه؟ يعني اعمل ايه اكتر من اللي انا فيه ده؟ اعمل ايه؟ تروح رايح بيها. اوه بص 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 بص. بس شكرا. لما بيبقى الجمبري نوعيته حلوه، اعمل بيه اي حاجه تلاقي تستها عاليه. يعني ده تيستو عالي جدا، ده تيستو عالي، ده تيستو عالي. ده هنشوف كلام فيه ايه. ده مشوي صح يا جماعه؟ ده كده جمبري مشوي. اوباز اوباز اوباز. ده اسمه مشوي ولا اسمه مسلوق؟ اسمه ايه؟ ده جمبري. ده جمبري يعني سايب براحته يعني قصدي ايه؟ تمام. لا بيتسمى اسمه كده مشوي. ده جمبري المفروض ان طلع منه الشوربه اللي هي دي، يعني هو الشوربه دي. ده اتسلق. طب بقول لك ايه، الشيء بالشيء. تعالى بقى كده، تعالى. انا تعالى ايه ها. انا حابب، بصوا يا جماعه، احنا في مصر المطاعم بتمشي في الاغلب بنسبه 99% بدماغ صاحبها. يعني ايه؟ لما انا بقعد مع اونر مطعم وبلاقي دماغه حلوه ومطقطق وافكار جديده، تعالى هقول لك بس هقول لك اهو. تعالى يا احمد، بقول لك تعالى يا وسيم. يلا لان انت واسع، خش هنا وتعالى. هنا. طب يلا خش انت وبعد كده نقول. يلا تعالى يا ابو ياسين تعالى. يا جماعه الراجل ده انا قعدت اتكلمت معاه شويه يعني. لما بقعد مع صاحب مطعم واتكلم معاه شويه ببقى عارف دماغه رايحه فين. فعلا في هنا دماغ، والراجل ده شاطر. انتوا المطعم كمان بالمناسبه بيقدم حاجات تانية غير السي فود بالمناسبه يعني. انا هدب بس الشوكه في ده. وقول لي اولا، انت بقالك كام سنه مبدئيا؟ قول لي اسمك. مبدئيا احنا عندنا 5 سنين محل سمك، اللهم ودي صل السنه الخامسه هنا ان شاء الله، فيعني حوالي 10 سنين في المجال. طب انت هنا بتقدم حاجات تانية. ده جمبري يا جماعه جامبو صح؟ دي بالبطاطس صح؟ معلش. العب. ايوه بقى. انت هنا بتقدم حاجات تانية غير السي فود صح؟ طبعا. طيب اشمعنى؟ يعني احنا حاولنا نعمل زبونة لاكتر من ذوق، خصوصا ان احنا عندنا اكتر من مطبخ، عندنا 5 مطابخ. يعني هي 5 مطابخ، يعني 5 انواع من المطابخ هنا ان شاء الله. في 3 منهم شغالين يعني. بالفعل. انتوا ما شفتوش غير السي فود بالمناسبه يعني. تمام. ها. في مطبخين شغالين منهم بالفعل، وبقيه المطابخ احنا بنجهز لها الايام الجايه دي يا مستر مزجنجي. انتوا عاملين صيت جامد جدا في المنطقه بتاعتكم يعني زي اللي هي كده ايه وكده. وايه منطقه يعني ايه اللي احنا القلج والخنكه والجبل. انا هاكل وأبو وانت زعبل هتتكلم ماشي؟ والمنشية. تمام. الف هلا. مناطق الجبل والقلج نوعيه والخنكة. الجمبري عجباني جدا وقرشتها فريش موت. كمل. تمام. احنا هنا بنقدم السي فود، وعندنا برضو بنقدم الجمبري. طب بص بقول لك هو مع الكلام مع الاكل صعب جدا. بصوا هو انا الحقيقه لا هوريكم حاجه في البتاع. انا مبسوط من طريقه تفكيرك، مبسوط من ديكور المكان، مبسوط من التنوع. ما شاء الله لا قوه الا بالله. 30 موتوسيكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. 30 موتوسيكل دليفري واقف قدام مطعم، دي بتبقى مؤشرات على باور المكان يعني. في ترابط قوي بيننا وبين العملاء يا مستر مزجنجي. يعني على مدى فتره طويله احنا بنحاول نبسط العميل بتاعنا بكل المقاييس، لسبب لان هو الاساس. يعني العميل بتاعنا طول ما هو مبسوط، طول ما احنا شغالين بخير. فالسمك مخصوص زي ما اتفقنا. تمام كده؟ بالظبط صح. ما ده اللي انا بوريه للناس، لان التفاصيل دي المزاجنجيه بس اللي بيعرفوا فيها يعني. انا مبسوط جدا يا ابو ياسين من الدماغ، يعني من الدماغ اللي مدوره المكان هنا. ها ايوه بقى. يعني بص بيعمل حركه صايعه. دي جميله جدا يا مستر مزجنجي. هاخد انا ولا ده؟ دي من احسن الحاجات اللي ممكن حضرتك تاكلها عندنا في العشاء. طبعا يهمنا رايك فيها جدا بقى. يعني اكتر اكله ممكن تاكلها في العشاء اميز ما فيها الجبنه. طعم الجبنه تمام. جبنه طبيعيه 100%. ده اللي انا حاسه. انت وريتني نوعيتها، بس انا اللي انت وريتهوني انا حسيته، لان هو في الاخر مكرونه وجمبري، بس الجبنه اللي عليها والكريمه بتفرق من حاجه للتانيه. انا مبسوط جدا. قول لي احنا عنواننا فين؟
هو ده رز ولا ده ده عندنا 3 انواع رز هنا في المطعم. رز مستخدم بيه الجمبري والصبيط. خلينا اقدمك مثلا، يعني خلينا اقف اقدم. تعالى وريني ايه ده بقى. انا جاي لك اهو بالاندي قبل الاندي يا مستر اللهم مزاجنجي. صل على احنا النبي. عندنا هنا بقى ده اختراع ده اسمه يا ايه؟ مستر مزاجنجي. اسمه ده ايه؟ اسمه مدفون جمبري وصبيط. ده رائع رائع، غير القيمه الغذائيه كابوريا. العاليه. غير القيمه والكابوريا، غير القيمه الغذائيه العاليه، بس هو فيه تيست عالي ميكس بين الرزين. طب ادلق رز الصياديه، رزين الرز الصياديه اصفر والرز الصياديه ورز بالبهارات بسمتي. بتاعته اللي هي بهارات البصل، والرز البسمتي ببهارات القرفه. يا عم جريت رائع. ريقي. غير الصوص بقى بتاعنا المميز اللي هو شارب بالجمبري اللي عجبك ده. طبعا احنا مبسوطين وجودك يا مستر مزاجنجي. يعني بس مبسوطين وجودك جدا بس جدا يا بس مستر انت مزاجنجي. الله يخليك. يعني طبعا هو كله مليء من خيرات الله يعني. اللهم صل على النبي. طب ده لما نيجي نسقسقه يا استاذ نسقسقه بايه؟ هو متسقسق. بس لا متسقسق عايزين يا مستر نزيد. بص مزاجنجي. يعني بص زياده خير الى مزيد من الخير. السقسقة. مزيد من الخير. خلي بالك انا ما وديتهوش في اي حاجه جديده. يعني ده صوص الجمبري. تعالى ماشي. الله، احنا ممكن نسقسقه بالملوخيه. انا نسيت. احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنروح للملوخيه نسقسق بيها البرنس ده. يا نهار اسوح. نوعيه الجمبري وحجم الجمبري في كل الاصناف متميز جدا. بس تاكل واحد الاول. جدا جدا. لقد حدث. في تريك هنا بقى عاملينها يا مستر مزاجنجي. يعني تريك جميله جدا بقى. يعني احنا قلنا نعمل الطشه، لو عملناها بالجمبري المخلي ده، وانت بقى سيدي عارفين لو عملناها بالجمبري المخلي ده مش هتدي تيست وطعم الجمبري على انت قد حاطط جمبري بالقشر. ده عشان التيست يعلى بس. بيعلي القشر بيعلي طعم التيست. الجمبري مع طشه الثوم والكزبره يعني رائع. يعني البطروخ اللي بينزل مع الجمبري مع حته الزبده بيرفع تيست الملوخيه ويوديها لحته الجمبري. يعني او البطروخ ده اللي عامل اللون الغامق في ده، واللي عامل اللون في الغامق ده البطارخ بتاعت الجمبري. بص بقى، هنا في دماغ. يعني انا هنا تفاصيل كتير من الديكور لتنويعه المنيو لتفاصيل انواع الخامات نفسها. احنا هنا فعلا في دماغ، والراجل ده فعلا راجل شاطر وبيعمل فيديوهات يا جماعه وجامد جدا. يعني هو حتى اداؤه ما شاء الله عليه. يعني انا مبسوط معاك كنت جدا النهارده. احنا عايز اقول للناس العنوان بالظبط بقى. انا اسعد بوجودك. والعنوان بالظبط عندنا العنوان طريق المرج الخنكه، محطه الجبل الاصفر. هو احنا العنوان ده بغض النظر عن موضوع ان في صاله، بس احنا ممكن يجي لك ديليفري في اي مكان. هم ما شاء الله جامدين جدا في الدليفري. يعني يعني ممكن يجي لك الخصوص، السلام، وهتلاقوا في القلق، المنشيه. هتلاقوا في البوست الصفحه والعنوان وكل حاجه كمان. يعني تمام. يعني اللي عايز يطلب دليفري شغال، واللي عايز يجي هنا شغال. تمام. هم ما شاء الله جامدين قوي في الدليفري. يعني كنتم مع مصطفى محمود وما يزاء. قول جنجي بقى. وما يزاء جنجي. بس هو ده.